أيها الشعب التونسي، أكلمكم اليوم باسمي وباسم كل التجمعيين القوادة. كما أريد في البداية أن أحيي وبكل حرارة كل من ساهم معنا في الالتفاف المبارك على هذه الثورة الملعونة. كما لا ننسى كلنا الجهد الهائل الذي بذله أمهر المراوغين بالأسئلة والمتستر عن المشامين قائد الثورة المضادة الكابتن بيبسمان. يا توانسة وخاصة منكم شباب الفيسبوك، جئتكم اليوم وبعد مرور 3 أشهر من قفز آل مبارك على كرسي الرئاسة، هذا الكرسي التحفوني، جئت لأعلمكم بقراراتنا الجهنمية الجديدة. أولا، عدم استقلال القضاء، لأنه وبكل بساطة عند استقلال القضاء حروح أنا في داهية إذا دوروا. ثانيا، لا حرية للإعلام بداية من تونس البنفسجية وصولا إلى نسمة التخريبية. كما لا ننسى حنبغ وباعث القناة. يا شعب تونس الغشيم، أقصد العظيم، أريد تطمينكم أننا لن نمسك بالقناصة، وذلك لضمان هيبة الدولة، وزيد كان عجبكم فأنا الرئيس والتبسي هو صانع الألعاب. رابعا، نطلب من الشعب التزام الهدوء وعدم التظاهر. احنا ما صدقنا الرب رايدناكم، وضحيات راس قناة نسمة وبقية الإعلام اللي كل يوم يفجعوا فيكم بالسلفية المتطرفة وتدهور الاقتصاد، وأنتم حصلتوا وغفلتم على مطالبكم الحقيقية. فنرجو منكم مواصلة النوم وفكونا. كما قمنا بإطلاق سراح المساجين، وذلك حفاظا منا على تواصل الانفلات الأمني. كما نعلمكم بقبضنا على 10,000 سلفي طول لحيتهم ما بين 1 و2 متر. كما سنواصل عبر إعلامنا الشفاف إيصالها إلى حدود 3 أمتار. وفي النهاية أتمنى أني أدخلت الطمأنينة على قلب كل تجمعي، أما البقية فتزفيهم.